مبروك لجمهور النادي الاهلي الفوز بالبطوله ال11 من قلب محمد الخامس في المغرب. بجد جيل اسطوري، لعيبه رجاله. امبارح كان النادي الاهلي بدأ الشوط الاولاني ما كانش قد كده، كان في شويه تنشنه، ما كانش عاجبني. لعيبه النادي الاهلي كان مركزين مع الحكم، وده اللي كان عايزه لعيبه الوداد المغربي، ان هم يخرجوا النادي الاهلي بره شعوره، بره المباراه، عشان يخطفوا الجول الاولاني وبكده ياخدوا بطوله افريقيا. فكان المشكله في النادي الاهلي ان ما كانش فيه قائد حقيقي في نص الملعب، ان هو يهدي لعيبه الاهلي، ان هو ما يخليش لعيبه الاهلي ان هي يعني تبقى يعني ان هي تبقى متنشنه متعصبه. فده كان يعني مأثر علينا في الشوط الاولاني. عجبني جدا كولر في الشوط الثاني، التغييرات اللي عملها تغييرات كلها جامده جدا، تغييرات كلها افادت النادي الاهلي. يعني تغييره السوليه وتغييره قفشه ظبطت نص الملعب، ظبطت ايقاع نص الملعب. شفنا ديانج كان متحرر ازاي، كان بيقدر يجري بالكوره، نجم المباراه الاول اليو ديانج. شفنا التغييره العظيمه، انا كنت ضد ان هو يغير اليو ديانج، غير مروان عطيه وغير حمدي فتحي اللي كانوا ما كانش قد كده، خصوصا حمدي فتحي كان سيء جدا في المباراه، يعني بسبب الادوار الهجوميه اللي بتبقى شايفه فوق امكانياته. حمدي فتحي احنا بنشوف الراجل الراجل يعني ديستروير عظيم، لكن الادوار الهجوميه بيبقى فيها يعني فيها نسبه بطء شويه، نظرا ان ده مركز جديد لحمدي فتحي يعني فوق امكانياته. لكن تحسب لكولر وتحسب لحمدي فتحي ان هو يعني في ماتشات كتير افادنا كتير قوي بالزيادات اللي بيعملها في نص الملعب وفي منطقه الجزاء. فعجبني جدا ان هو ما غيرش اليو ديانج، رغم ان اليو ديانج كان اخد انذار وعارفين ان اليو ديانج متهور، لكن ساب اليو ديانج الراجل اللي كان بيجري كتير النهارده في الملعب، الراجل اللي كان تقريبا ما فيش ولا ميس باص عمله الشوط الثاني، كان نجم فوق العاده. اليو ديانج بجد صفقه عالميه، وتسلم العين اللي جابت اليو ديانج. كنت اتمنى ان محمد شريف يبدا الماتش ده، لان كنت شايف ان ده ماتش محمد شريف، لان محمد شريف راجل بيضغط من قدام، راجل يعني اغلب الثنائيات ممكن يكسبها، عكس كهربا اللي بشوفه ان هو على الوينج احسن من الفرود. لكن كهربا الراجل كتر خيره، الراجل جاي مبطل كوره بقاله سنه، جاي بيلعب نادي الاهلي في شهر واحد، فكهربا كتر خيره. لكن كهربا بدنيا واقع، فكنت بشوف ان افضل ان محمد شريف يبدا وكهربا ينزل اخر نص ساعه في المساحات الواسعه، كان ممكن يقدر يخطف جول لو كان نزل في الاخر مكان عبد القادر او محمد شريف. لكن محمد شريف راجل بيكسب الثنائيات. شفنا الهدف اللي الاهلي جابه كان من ضربه ركنيه، كان سببها محمد شريف اللي ضغط على المدافع اللي بيلعب في نادي الوداد، فخرج الكوره فجي منها الجون. فبجد محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم الاثنين ما شاء الله عليهم، الاثنين اخذوا كل الكرات الطوليه اللي كانت ملعوبه لنادي الوداد في الشوط الثاني. الاثنين بجد يعني اثنين مدافعين يعني رجاله، الاثنين مدافعين منسجمين جدا مع بعض. عجبني جدا تغييره رامي ربيعه، ولو ان كنت خايف ان الاهلي يجي في جون فنخسر بيرس تاو لو دخلنا اشواط اضافيه، شايف ان كان في مساحات كان بيرس تاو كان ممكن يستغلها. لكن تغييره حلوه وتغييره اي مدرب في اوروبا بيعملها، بنشوف جوارديولا بيعملها، بنشوف مدربين كتير بيعملوها، فكانت تغييره كويسه جدا واتت بثمارها. ورامي ربيعه نزل كان بياخد كل الكرات الطوليه برضه. فبجد عاجبني جدا كولر ان هو مجهز لعيبه كتير، اي حد بينزل جاهز، عندك 3 حراس مرمى جاهزين، اي حد يعني بينزل بيأدي الدفاع، نص الملعب، الهجوم. فبجد مبروك للاعيبه النادي الاهلي رجاله، مبروك ان احنا خدنا البطوله من نادي الوداد، لانها كانت هتبقى صعبه جدا ان فريق الوداد ياخد 4 بطولات في تاريخه، منهم 3 من النادي الاهلي. فمبروك للنادي الاهلي، بطل افريقيا، بطل القاره، زعيم قاره افريقيا. مبروك للاعيبه النادي الاهلي، مبروك لجهازه الفني، مبروك للكابتن ورئيس النادي الاهلي محمود الخطيب الاسطوره بيبو. بجد النادي الاهلي امبارح يعني مزج اللعيبه، دايما بنعكن على اي فريق في الدقيقه 80 والدقيقه 90. مبروك، بطوله مستحقه. الوداد لعب على 1-0 فلازم كان يتعاقب. مبروك للاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله نعمل فيديو واحنا بنتكلم على البطوله رقم 12 باذن رب العالمين.